مستمعي راديو ألفينات، أهلا وسهلا بيكم وكل عام وأنتم بخير. راديو ألفينات بيجمعنا دايما بحبايبنا، وبنتلاقى بيكم النهاردة في موسم إذاعي جديد من برنامجكم المفضل سبوتات رمضانية. يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم طول الشهر. أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعي راديو ألفينات، معاكم حلقة جديدة النهاردة من برنامجكم سبوتات رمضانية. موضوعنا النهاردة بيهم ناس كتير جدا، وهو التعلق بالناس ولحظات الغدر اللي بنشوفها، وإزاي نقدر نتعافى من كل ده. كلنا في حياتنا مرينا بلحظات تعلق بحد، سواء كان صديق، حبيب أو حتى قريب، لكن ساعات التعلق ده بيكون زيادة عن اللزوم، وده اللي بيخلينا نعيش في دوامة من المشاعر اللي ممكن تضرنا أكتر ما تفيدنا. المشكلة الحقيقية هنا بتيجي لما الشخص اللي اتعلقت بيه يخذلك أو يغدر بيك، وساعتها بتحس إنك واقع من دور عالي جدا ومش عارف تقوم. انت لما بتتعلق بحد بشكل مبالغ فيه بتبدأ تفقد جزء من نفسك، حياتك بتدور حواليه، سعادتك بتكون مربوطة بيه، وده أخطر شيء، لأن مفيش حد في الدنيا ثابت بنسبة 100%، وكل الناس ممكن يتغيروا أو حتى يبعدوا لأي سبب. فالتعلق الزيادة بيخليك دايما في حالة ترقب وخوف، وبتبقى مضطر تبذل مجهود عشان ترضي الشخص التاني على حساب نفسك. وأسوأ إحساس هنا ممكن تمر بيه هو إنك تكتشف إن حد كنت شايفه أمانك هو اللي أذاك. ممكن يكون الغدر في شكل خيانة، كذب، أو حتى تجاهل. بعد ما كنت شايف إن العلاقة قوية، في اللحظة دي بتحس بوجع في قلبك، وكأنك اتطعنت غدر من أقرب حد ليك. بتبدأ تسأل نفسك إزاي وليه، وبتدخل دوامة التفكير اللي بتستهلكك نفسيا. فلازم تقف مع نفسك وقفة عشان تعرف إزاي تتشافى وتخرج من الدايرة دي. أولا، اعترف بمشاعرك وما تخبيش على نفسك، إنه مش لازم تمثل إنك قوي طول الوقت. عادي جدا تحس بالوجع والخذلان، بس الأهم إنك ما تفضلش محبوس جواه. تاني حاجة، اتعلم إنك مش محتاج حد عشان تكون سعيد. السعادة لازم تيجي من جواك، مش من وجود شخص معين في حياتك. حاول تكتشف نفسك وتعرف إيه اللي بيسعدك بجد بعيد عن الناس. تالت شيء، اقطع العلاقات السامة. لو في شخص أذاك أو استنزفك نفسيا، ما تخليش عندك أمل إنه يتغير. لا، خد القرار وابدأ صفحة جديدة بعيد عنه. رابع حاجة، ركز على نفسك وأهدافك. استغل الطاقة اللي كنت بتديها للشخص ده في تطوير نفسك، سواء في شغلك، هواياتك، أو حتى صحتك النفسية والجسدية. وآخر حاجة، افتكر دايما إنك تستاهل الأفضل. ما تخليش تجربة واحدة تكسرك أو تخليك تفقد ثقتك في كل الناس. في ناس كويسة في الدنيا، بس الأهم إنك تختار صح وتدي مشاعرك للي يستحقها. في النهاية، الحياة مدرسة، وكل موقف فيها درس. ممكن يكون التعلق غلط والغدر موجع، بس التشافي قرار. فما تخليش أي حد يتحكم في سعادتك، لأنك الوحيد المسؤول عنها. وركز قوي على الحكمة اللي بتقول: كلما عملقت الآخرين صرت قزما. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة أعزائي مستمعي راديو ألفينات، ومنتظرة تكتبوا لي تعليقاتكم ومشاكلكم اللي تحبوا نعمل عليها سبوت بشكل واضح. كانت معاكم رشا طحون، تحياتي.